تزمير أو تجمير إن إحنا عشان نوصل للقلب فلازم نتخلص من كل حاجة حوالين منها في الكورناف أو الجريد. الجمارة أول حاجة بتحتوي نسبة عالية من الحديد 25%، وده بيعغي الإنسان من فقر الدم. بيحتوي على 19% فيتامين ج، وده مهم جدا في الوقاية من الإصابة بالحساسية والالتهابات. بيحتوي على نسبة كويسة من هرمون الأسيتيرون الهرمونات الأنثوية، ودي مهمة جدا في تنشيط المبايض وفي تسريع عملية الحمل، وبيستخدم في السلطات، وفي نسبة من الألياف كويسة جدا بتساعد على عملية الهضم. هو ده قلب الجمارة يا جماعة، اللي هو إيه، الجزء اللي قدامنا الأبيض ده.
اللواء ده جه يعمل راحت رجله متزحلطه، ما قدرش عاد يمسك نفسه. اول حاجه هو لازم يكون جسمه رفيع ويكون خفيف عشان يقدر يطلع على النخله ويكرشها ويظبطها، ويكون قلبه ميت كده، ويكون بس لفوق ما يبص للشعش عشان ما يقعش. قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها الواح، ناس عرب عايشين فراح. الطيبين ومداحين والرسول نبينا الهادي. قول محلاها بلادي. قول. وزي ما اسماعيل بارع جدا في الحفاظ على نظافة النخيل، هنلاقيه كمان بارع في تنمية هواياته الخاصة زي كرة القدم وتشجيع نجومنا العالميين ومتابعتهم. أنا بحب محمد صلاح وبتفرج على المطوشة وبشجع نادي ليفربول وبتفرج على كل ماتش بيلعب في محمد صلاح. الحزام ده بيتكون من سر جرار، سر الجرار و2 متر حبل و6 مسامير، 3 من هنا و3 من ناحية، وتروح تاني السير وتروح خرمه بالشنيور وتروح حاطط 3، وتروح بعد ما تطبقه تروح تخرمه بالشنيور وتروح 3 خرام على قصاد بعض وتروح حاطط في المسامير، ولازم المسمار يبقى بالوردة ورا الصامولة وقدام المسمار، وتروح رابطهم ربطة أصلية وتلف للناحية التانية نفس النظام، و2 متر حبل تروح ماسك الحبل تروح قطعه حتتين صغيرين، حتة من الناحية دي حتة من الناحية دي، والمتر الحبل تروح لفه تروح تربطه وتلفه على جسم النخلة وتبدأ عاد تطلع، وتحط الحبل تحطه فوق الكرنافة ما تحطوش تحت عشان ما يتزحلطش، وتربطه حلو. أهم حاجة تربطه عشان ما يفلتش ولا أي حاجة. تمام. تروح طالع وتروح تهز كده. بس أنا خلاص كده تمام خلصتها، مش قاعدة إلا دول. هجيب لهم البلطة دلوقتي، هجيب لهم البلطة وأطلع هروح مديهم كل واحدة طقرة كده، والثانية والثالثة والرابعة، بس كده تمام. المياه الجوفية عبارة عن مياه موجودة في مسام الصخور الرسوبية، تكونت عبر أزمنة مختلفة قد تكون حديثة أو قديمة جدا لملايين السنين. مصدر هذه المياه غالبا الأمطار أو الأنهار الدائمة أو الموسمية، وتتسرب المياه من سطح الأرض إلى داخلها فيما يعرف بالتغذية. تتميز وحدة الفرافرة باحتوائها على مخزون ضخم جدا جدا من المياه الجوفية. المياه الجوفية دي موجودة في الطبقات السفلى من الأرض، ودي بمساحات وكميات كبيرة جدا. طبعا هنا كان في شركات قديمة كانت شغالة في حفر الآبار، فكانت بتيجي بتحفر الآبار على أعماق كبيرة جدا، 1000 متر و1200 متر عشان خاطر توصل للمية دي. والآبار دي شغالة يمكن من الثمانينات والسبعينات، شغالة لحد دلوقتي تدفق ذاتي. تدفق ذاتي يعني البير شغال بدون أي طرمبات، بدون أي طاقة شمسية، بدون أي تدخل من الإنسان خالص. عشان خاطر تحفر بير بيبقى فيه استشعارات بتيجي بتقول لك إن المكان ده فيه مية على العمق كذا، فتيجي بقى الشركات تنزل بالبريمة على العمق اللي هو المطلوب، بعد كده بيركب المواسير بتاعته والفلاتر ويطلع بقى. ورجعنا لكم بعد الفيلم.
ما شفناه. يا رب يكون يعني عجبكم ان شاء الله، يعني اكيد يكون عجبكم. احنا بس عايز بدايه كده اتكلم عن بدايه الفيلم. بدايه الفيلم في سجال حوار بيني وبين الاستاذ عادل عبساوي رئيس الاداره المركزيه للانتاج المتميز. كنت عنده في المكتب، ودايما احنا بنتكلم في الواحات وبنتكلم في اصولنا، لان انا من اصل واحات، انا من محافظه الوادي الجديد. فبحب دايما نتكلم مع بعض انا وهو في العادات والتقاليد والطبائع الخاصه والمعارف الخاصه اهل الواحه. فجات لنا فكره الجمار، وهو كمان يعني كان الاول كان عن البلح وعن النخل وعن لحد ما هو جاب المصطلح بتاع الجمار. رغم ان انا من اهل الواحه وعارف طبعا يعني ايه الجمار، بس كان علامه استفهام بالنسبه لي ان هو عرف يعني ايه كلمه الجمار. وهو دلوقتي بنطلع الفسيل عشان ان شاء الله نشوف مع بعض عمليه التجمير او الجماره او قلب النخله، ذا هيرت اوف بال. طبعا بصعوبه ان احنا نطلعها من نخله، والنخله اللي احنا شايفينها الكبيره دي حوالين منا كل فسيله بتحتوي على جماره او لب النخله. توصل لنص النخله كده بنسميها عمليه التزمير او التجمير، ان احنا عشان نوصل للقلب فلازم نتخلص من كل حاجه حوالين منها دي في الكورناف او الجريد. الجماره اول حاجه بتحتوي نسبه عاليه من الحديد 25%، وده بيعغي الانسان من فقر الدم. بيحتوي على 19% فيتامين ج، وده مهم جدا في الوقايه من الاصابه بالحساسيه والالتهابات. بيحتوي على نسبه كويسه من هرمون الاسيترون، الهرمونات الانثويه، ودي مهمه جدا في تنشيط المبايض وفي تسريع عمليه الحمل. وبيستخدم في السلطات، وفي نسبه من الالياف كويسه جدا بتساعد على عمليه الهضم. هو ده قلب الجماره يا جماعه، اللي هو ايه الجزء اللي قدامنا الابيض ده. احنا صورنا في واحه الفرافره. واحه هي جزء عزيز من الواحات من الوادي الجديد. الفرافره هي منطقه بكر، ممكن يكون ما حدش اتكلم عليها كتير، ولكنها هي بتسبق حضاره مصر بحوالي اكتر من 1000 سنه. يعني حضاره مصر 7000 سنه، هي لوحدها ب 8000 سنه. تعقب عليها حضارات كتير قوي قوي الواحه دي بالذات. طبعا انا بس عايز احب ان انا اشكر طبعا فريق العمل اللي معايا. كان معايا كرو تصوير، يعني من الناس اللي هم بحس عليهم انه بقول لهم ان هم فايتر. الناس دي وقفت معايا قوي وكويس قوي. مدير التصوير، احنا كنا بنشتغل من 5 الفجر، وحتى هتشوفوا ده كلام ده على الشاشه، من 5 الفجر وحتى تقريبا كده لحد 12 بالليل او 1 بالليل. الفيلم اخذ 5 ايام تصوير. مديرين التصوير اللي معايا كان ماجد عرفات ونادر العربي. ما اقدرش اقول لحضراتكم ان هم طلعوا فوق النخيل. كنا بنصور، كان في كاميرا فوق النخله، كان في حاجات طبعا كنت بطمح ليها وهم كانوا بينفذوها لي. يعني بيقول يا جماعه لو ينفع ان انا اصور فوق النخله، تخيل لما مدير التصوير ياخد الكاميرا ويطلع بيها لحد فوق النخله. كنا بنجيب في منطقه الفرافره كل صغيره وكبيره في المنطقه، في الواحه نفسها، الميه بتاعت الواحه، الناس، تفنيد لكل طبايع وعادات وتقاليد اهل الواحه، تفنيد للواحه لعظمه الواحه، للتنميه في الواحه، لكل حاجه في الواحه، وصولا الى النخيل، الى احنا صورنا زي ما قلت لحضراتكم 5 ايام في منطقه الفرافره تصوير خارجي. احنا صورنا 5 ساعات تصوير كاملا. 5 ساعات دول انا هطلع الفيلم اللي حضراتكم شفتوه. طبعا ده بيتطلب وياخد جهد جهيد جوه المونتاج. ازاي اقدر اطلع اجود واقوى المشاهد اخدها اللي انا صورتها، رغم ان احنا صورنا في كل حاجه صغيره او كبيره، بس ازاي نوظف ده مع سيناريو الفيلم المحطوط. السيناريو نفسه قبل ما انزل كان مكتوب فيه سيناريو للفيلم، بس واحنا بنصور دايما كده كل المخرجين ومعظم مخرجين الافلام التسجيليه وافلام الوثائقيه بيبقى فيه سيناريو مكتوب، انما بعد كده لما بينزل يشوف بيلاقي في حاجات بتصادفه جوه في منطقه العمل، بتسري العمل اكتر واكتر. حاجات كده اللي هي دايما بنقول عليها كده احنا كمخرجين رزق ربنا للشخص نفسه. فازاي بنقدر ان احنا نرصدها كويس جدا
واقدر اقدمها. ممكن اعمل حاجه اسمها تعديل، وده يبقى تعديل في المونتاج. كان معايا طبعا من اقوى المونترين في التلفزيون هنا، زميل محمد مصلحي، وناس تانية كانوا موجودين معايا في مرحله المونتاج. بس احنا استغرقنا وقت طويل في المونتاج، خدنا حوالي ما يقرب عن 40 ساعه مونتاج علشان نقدر نطلع المده اللي حضراتكم شفتوها. خد مننا مجهود جامد قوي 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 علشان نقدر ننتقي افضل الكادرات اللي نقدر نجيبها، ونقدر انها تتوظف كويس جدا جدا في الفيلم. بص يا ابني، انا كنت مستنظر تكبر وازاي اعلمك طلوع النخل. طلوع النخل اللي تدريب وإرادة عشان توصل للبلح. لازم تكون بص لفوق، ما تبص تحت عشان ما تقعش. أعلمك طلوع النخل، تطلع ازاي تحط رجلك على الكرنافة وتطلع واحدة واحدة لما توصل البلح. بالنسبة للموسيقى والألحان داخل الفيلم، بصراحة ما قدرتش تماما كابن من أبناء الواحة أبعد عن عاداتنا وتقاليدنا في الأغاني، أغاني الفرح وأغاني المناسبات الخاصة. احنا عندنا تراث في الواحات، تراث قوي جدا جدا، ممكن أقول عليه إنه تراث بكر لم يستخدم بعد. التراث ده قدرت إن أنا أوظفه، أخده وأوظفه عن طريق طبعا مطرب الواحة خضر جامع، ده من اعز الاصدقاء. قدرنا انا وهو، انا طبعا جه هنا خدنا كل الالحان بتاعته جوه استوديو محمد عبد الوهاب بالاذاعه علشان يبقى الكواليتي بيور، هو والفرقه كاملا. خدنا كل العزف، كل المعزوفات. نزلت هناك الواحات، هناك كان في فرح برضو، خدت تيكات من الفرح، تيك اللي هو يعني المقاطع الموسيقيه من الفرح، اغاني من الافراح، اغاني على لسان مطربين كتير جدا جدا من الواحه. قدرنا اخدت ده كله وقدرت ان انا اوظفه، بعمل له عمليه توظيف جوه الفيلم نفسه. موسيقى التصويريه البسيطه، السسبنس للفيلم. الموسيقى كانت متوافقه تماما مع كل مجريات الحدث. يعني كيفيه طلوع النخل ليه موسيقى مختلفه عن ان انا بتكلم عن واحد بيتكلم في العادات والتقاليد المختلفه، وبيتكلم عن الافراح او عن كل حاجه، كل ما هو منحى انا دخلت فيه في الفيلم. يا طالع النخل حاسب على مالك، يا طالع النخل حاسب على مالك، ده جريد النخل عالي، ده جريد النخل عالي، والخير بيندهلك يا ليل يا ليل وآه يا ليل، وطول يا ليل وآه يا ليل، يا ليل وآه يا ليل، وطول يا ليل وآه يا ليل. من ضمن المفارقات اللي حصلت في الفيلم، والمفارقات طبعا الجميله قوي، ان انت بتبقى كاتب باني السيناريو بتاعك 1 2 3 4، ممكن تلاقي حاجه عنصر اخر وانت ماشي بتصور، تلاقي عنصر ممكن يرفع لك العمل اكتر واكتر. واحنا ماشيين بالكاميرا انا ومجموعه العمل بنبص فوق على نخل، لقينا شاب جميل واقف فوق عمال يقلم النخله وبينظفها. قدرنا معاه الحوار اللي انتوا حضراتكم هتشوفوه حالا. أنا في مدرسة دبلوم الصنايع قسم كهرباء. أنا دلوقتي بقلم نخلة عشان تنضف وترمي بلح حلو. أبويا اللي عرفني أطلع زي النخل ودلوقتي بقيت بطلع الحمد لله. وأنا عندي 11 سنة كنت بطلع النخل وأنضفه. أنا أقدر أعمل 6 نخلات في اليوم. دي هواية بساعد بها ابويا وبساعد بها البيت. قولوا يا محلاها بلادي، والله يا محلاها بلادي. قولوا يا محلاها الواحة، ناس عرب عايشين فراح. الطيبين
ومداحين والرسول نبينا الهادي قول لا بلادي. أنا بحب محمد صلاح وبتفرج على المطوشة وبشجع نادي ليفربول. حبيت ان ارصد ده في جمل كده او في بعض يعني الفقرات جوه الفيلم باسم النخيل اسرار. حبيت اقول ان النخيل اسرار لا يعلمها سوى طالع النخل، النخله الحزينه، النخله المبسوطه، النخله الفرحانه، النخله المبتهجه، النخله اللي صاحبها ومات توفى. شوف بص بتبقى عامله ازاي. النخل نفسه بينتحب لما بيشوف نار وبيشوف دخان، بيبقى شكله منتحب وخايف على نفسه زي البني ادم بالظبط. دايما بشبه النخل بالبني. للحزن. بعد جني المحصول بيبتدي عنصر الجواز في الواحات عموما يبتدي يتم. احنا شفنا، حبيت ارصد ده وارصد حاله الفرح حقيقيه زي ما هي موجوده في الواحه بالظبط. بيحصل ايه؟ دايما الحنه بتسبق ليله الدخله بيوم واحد، يعني بيبقى الحنه في بيت العريس، بيخرج من بيت العريس لبيت العروسه للمكان اللي هيتجمعوا فيه، وهناك برضو بيتم حنه العريس مع برضو اصحابه. حبيت اختم بمشهد الفرح وحاله السرور اللي بتبقى موجوده على اهل الواحه كلهم وهم بيفرحوا للعريس، وازاي بيروحوا هناك يهنوا العريس ويهنوا العروسه. ده كان نوع من انواع المشهد الختامي بالنسبه لي. تعال من الشمس نخاف عليك، للظل تعال من الشمس نخاف عليك. لو تطلب عمري يا عمري، اطلب عمري يا عمري، ما يغلاش عليك فينا ما يغلاش عليك. للظل تعال من الشمس نخاف عليك، للظل تعال من الشمس نخاف عليك. لو تطلب عمري يا عمري، لو تطلب عمري يا عمري، ما يغلاش عليك ما يغلاش عليك. الناس على قد حالها هنا. شكرا ليكم واتمنى يا رب دايما الخير ليكم. شكرا لحضراتكم. اعرف حقك. المستند الرسمي لازم يكون له حجته، واللي بيستمد منها صاحب الحق القوة في إثبات حقه بضمان من الدولة.